السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني كل سنة وانتم طيبين وخلاص بقى العيد يعني فاهم خلص ونخش في الشغل بقى عشان احنا خلاص كده. الواحد عيد وروق الدنيا، خلاص بقى له 6 ايام مريح وخلاص بقى نخش بقى على الليلة والدنيا والتيت وبتاع. فقبل ما تشوفني يعني لأول مرة بصراحة، يعني أنا بقالي كتير ما بقولش لحد دوس لايك. دوس لايك مش هتخسر حاجة يعني انت لو نزلت عملت تشك لايكس مش تخسر حاجه. احنا هنتكلم دلوقتي على الانتقالات اللي هي مستفزه بصراحه، عشوائي بقى، انتقالات عشوائيه، انتقالات عشوائيه. بس هنبدا بالدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي بقى نبدا بهاري كين. هاري كين الصياح، هاري كين الهراي، هاري كين الزفت في العرض اللي جاي له البايرن ميونخ. انا استغربت والله بصراحه اللي بايرن ميونخ مطلعه 70 مليون يورو. انا مستغرب لحد دلوقتي الباير هي تعمل كده. وهو اصلا فاهم لاعب. انا ما اعرفش انت ايه اعتزل يا اسطى وبطل قرف بقى. انت خنقتني، انت خنقتني. انت كل سنه نفس الحوار، الاخبار اللي هي زي الزفت دي وما لاقيش فيها اي افاده. طب انت دلوقتي بتتنايل تروح ولا لا؟ ما بتروحش. انطر. انا مش هتكلم عليك كتير عشان زهقت منك اصلا. يعني من قبل ما ابتدي اصلا كل سنه هاري كين رايح الريال، هاري كين ممكن ده جه خبر يا جدع فاهم اللي هو ممكن يروح برشلونه من سنتين ولا من سنه. ايه القرف ده؟ مش فاهم. ولا يتنيل يتزفت يغور في داهيه وهيفضل قاعد. قال لك مانشستر يونايتد عايز برضو يجيبه. طب ما تروح يا عم الزفت. ايه ده؟ وانطر الصفقه بتاعت ماديسون. انت متخلف يا ابني ولا انت ايه؟ مش فاهم. يعني رايح توتنهام ليه؟ انت ليه بتعذب نفسك كده؟ ليه القرف؟ مش هتمشي زي هاري كين. عاجبك كده؟ مش هتمشي والله. يلا خليك قاعد بقى. انتوا بتحبوا انتوا تبقوا فشل ليه؟ مش فاهم. ايه ليه الفشل؟ انت شايف يعني كنت تلعب بتصريح ومورينيو كان بيقول لك ان الاداره زي الزفت، ولا انت بتحب بقى الايه الشخلاعه والمرقعه؟ ولو انا بهدلت الدنيا محدش هيكلمني وبتاع. يا راجل يا راجل وبتاع. يلا غور يا اسطى، يلا غور يلا غور. انا مش عارف انت ضايقتني. يعني انا قلت يا جدعان ماديسون خلاص يعني فاهمني. ماشي خلاص، هو هيمشي من الليستر وبتاع والدنيا بيس يا جدع وخلاص ماشي الدنيا. لا، يروح توتنهام. يعني الراجل ماشي ببلاش والدنيا بيس وده يعني. ما تروح نيوكاسل يا حبيبي على الاقل في دوري الابطال. ده كاي هافرتز يا سلام يا سلام وانتهى الكلام. هتقول لي ايه؟ صفقه جامده. انا لحد دلوقتي مش عارف هي ممكن تطلع في بولس بلا حمص فاهمني، وممكن تكون صفقه جامده قوي. هتقول لي هيلعبوا مهاجم؟ ما اعتقدش. ممكن يلعبوا مركز 10. هتقول لي طب ووديجارد؟ صعبه. انا مش عارف. يعني انا مش عارف انت هتلعبه فين، بس هو هيبقى كويس في ناحيه اللي هو ايه. لو لعبته مركز 10 هتقول لي طب هل ممكن يلعبوا هما الاثنين مع بعض؟ طب ايه الدفاع في ايه الدنيا؟ والله ما عارف. يعني انت فاهم ممكن يكون بديل لاوديجارد. اصل انت فاهم احنا طالعين هنا فاهم بندي يعني فاهم اقتراحات. انت عاجبك الاقتراح ده تقول لي عليه، تقوليش انت بتهبد. انا طالع كده وخلاص بصراحه عشان انا مش محضر اي حاجه. بس انت بتتكلم بقى في نقطه ايه اللي ميسون ماونت خلاص يعني فاهم لمانشستر يونايتد. وكمان في الفحوصات الطبيه وهيبقى رسمي. انا هو لسه ما طلعش رسمي، بس هو لما يطلع رسمي او ما طلعش رسمي ما تجيش تهق عليا. انا عارف الناس الخبيثه دي. ما علينا. انت هتقول لي هو ليه اضافه ولا لا؟ ليه اضافه من حظ اللي هو يبقى يخلق منافسه بين برونو فاهمني. عشان برونو هو مش عارف ماله الايام دي من ساعه 2021 اول ما جه، بس ما ماشي ولا ليه اضافه للفريق ولا اي حاجه. انت فاهمني بيلعب بمراكز غريبه، وكان ساعات بيلعب جناح وهمي. ما اعرفش ايه جناح وهمي ده. فعلا كان بيلعب جناح وهمي، وساعات بيسقط في القلب اللي يتحول لمركز 10. فلو هو عايز يلعب جناح وهمي او بتاع خلاص عادي. برغم ان ميسي ماونت ممكن يلعب لك جناح، ممكن يلعب لك مركز 10، بس مركز 10 هو الاحسن فيه اصلا. فده بيبقى اضافه كويسه للفريق وللعيبه. تمام. وهتقول لي هو
هيكون مساعد، ولا كل ما بيروح مانشستر يونايتد فاهمني كل بيروح مانشستر بيبقى خيرع فاهمني؟ لا لا، انت في منظومه جديده، في نظام جديد. هو الاداره ما اعرفش ايه دنيتها هتبيع ولا لا، عشان يشوفوا بقى القطريين بقى وايه والفلوس بقى وخلاص بقى. لا ما علينا يعني. هو حد يا جدعان سمع ليفربول عمل صفقه من بعد ماكاليستر؟ ايه والله الفلوس والعين قصيره واليد قصيره والجيب قصير يعني فاهم. مش إلك دعوه، مش إلك دعوه. ماشي يعني ملناش دعوه. انا ليفربول عايزه تنجح او تاخد مثلا تبص على الدوري او معرفش بايه، ماكاليستر اضافه وكل حاجه، بس انت ولا عملت ولا احلال ولا تجديد. انت كذا فاهم، بيقول لك لاعب بقى فاهم من مونشن جلاباخ فاهم جاي، الفرنسي اللي بتاع خط النص اللي هو مش عارف كوني ولا مش عارف، وفاهم حاجات غريبه يعني. لو ستيفي تشيك اللي من تشيلسي، اللي من ايه من تشيلسي راح الميلان خلص الدنيا. ايه الاضافه؟ عادي، هو لاعب عادي متوسط يعني فاهم، لاعب على الرايق او مش على الرايق، اللي هو ممكن يكون جامد، ممكن يكون جامد مع الميلان. الدوري الايطالي هادي شويه ما عدا الجماهير، الجماهير هي اللي هايجه، لكن اللعيبه بتبقى هاديه. انت ممكن تقدر تصدر نفسك اصلا قدام الفرق وكده وبتاع. كوفازيتش مانشستر سيتي، اضرب اضرب يا معلم، واضرب بقى ايه قله الادب بقى فاهم، وجوارديولا هيبهدل الدنيا. بص هو انا من غير ما اتكلم، انت محتاج تقول لي فاهم اللاعب ده تعبان، او محتاج تقول لي مش عارف ايه. لا لا لا، انا مش هتكلم بصراحه. هو جاي ب 25 مليون يورو، هتقول لي هينجح مع جوارديولا؟ عدي يا ابني، عدي احنا هنتكلم يا اسطى. عيب يا اسطى انت اللي انت بتقوله ده. ايه اللي هينجح ده؟ ما هينجح، ما هينجح. يعني فاهم نختتمها بلاعبين فاهمني، نخلص معاهم الدنيا، عشان بصراحه انا اتخنقت. احنا نتكلم دلوقتي بس عشان ايه الصفقه بتاعت ديجنال رايس دي، عشان ايه نختتمها كده بلاعب تاني وهتبقى اضافه كويسه فاهمني. ديجنال انت عايز ايه؟ ولا الاداره بتاعت ويست هام عايزه ايه؟ مش فاهم انت عايز ايه برضو انت فاهم يعني. انت دلوقتي عايز تروح الارسنال ولا عايز تروح فاهم مانشستر؟ وما اعرفش ايه ارسنال، ما تنجز يا اسطى في العشره يعني. هي فرقت معاك في دي؟ ما انت هتتنيل، هيتاخد منك يا غبي. الدنيا فاضيه معاك، انت بايع اهو، احتمال فاهم بارتي يمشي. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ ده انت هتبهدل الدنيا، ده انت هتسوحهم يخرب بيت اهلك. مش تفرق يا عم تجيبه ب 80 يعني، انت جاي بتجيبه ب 70 ما فرقتش معاك ال 10 مليون ومديهم ملايين يا ابني. انت عبيط انت. اسمع، ايه 10 مليون؟ انت يعني انت جيت على ال 70 مش قادر تجيب ال 10؟ ما انت كده تقول لي ميزانيه هتقع. ما تقع، انت الخط النص واقع دلوقتي، مفيش حد فاهم في الخط النص. انت ممكن تلعب كاي هافرتس واوديجارد فاهم مركز 8 و6. احنا نهزر ولا ايه يا جدعان؟ وبما ان يعني فاهم مانشستر بيعلي الدنيا وبيقول لك ل 80 مليون يورو ومس عليا، انت محتاج ايه فاهم في خط النص؟ ما تحترم نفسك يا عم. انت عايز ايه تاني؟ انت الفرقه كلها خط نص يعني لحد ما فاهم. اللعيبه كلها بتلعب في كل حته بصراحه. انا اسف. اتكلم بقى على باو توريس فاهمني، اللي هو رايح استون فيلا، منظومه كويسه بصراحه. ويعني فاهم اوناي ايمري يعني فاهم حاسس اللي هو ايه بيجيب لعيبه كده رايقه، وفي فلوس طالعه من استون فيلا هيروقوا الدنيا، عشان هم داخلين فاهم في الكونفرنس ليج فاهمني. قلتها صح الحمد لله. كونفرنس ليج ده صح والله العظيم. يا انا بقالي زمان دماغي لساني معلق من ايام كفر استخيليا فاهم. ايه ده انا قلتها كمان؟ ماشي ما علينا. باو توريس فاهمني هيتاخد فاهمني، هيتاخد. اصل حرفيا اللي يلاقي باو توريس وما يشتروش هو عبيط. معلومه يعني. باو توريس ممكن يمشي ب 30 مليون يورو او ب 35 مليون. وبص هو اخره 40 فاهمني، فاستون فيلا بتخلص معاه وبتخلص الدنيا وخلاص يعني. الدنيا رايقه وبيخلصوا الدنيا وخلاص. هتقول لي ده ليه اضافه؟ طبعا ليه اضافه. اللاعب ده جامد، اشول مدافع، واشول وممكن يدافع في كذا مركز فاهم، من النواحي الدفاعيه بس مش اكتر. هنتكلم بقى على لوكاس هرنانديز اللي هو خلاص راح باريس فاهمني، راح لاهله واحبابه، هو فرنسي يعني فاهم، ماشي من الباير وبتاع، فهو لاعب ليه اضافه لباريس. لو باريس عايزه تمشي جد كده وتلعب كالرجال، هتقول لي طب
انت ناسي امبابي ولا بتاع؟ بص انا ما بحبش انا الصياح واضيع وقت الحلقه عشان حضرتك، فاهمني؟ امبابي بيصيح وهو في الاخر احنا عرفنا الخلاصه يا صاحبي، فاهمني؟ اللي هو ايه، هيمشي، هو عايز يمشي عشان ياخد 80 مليون، واتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عشان ما الاقيش واحد يقول لي انت فين امبابي يا اسطى؟ هو مش في الانتقالات دلوقتي، يبقى ينطر. هتقول لي امبابي ده حديث ينطر؟ احنا بنتكلم في شغل يا صاحبي. وبون وي. سلام، كل سنه وانت طيب.